كتير من الناس او معظم الناس لما بتيجي تحكي عن الازمنه وتتكلم عن الازمنه بيقول لك الازمنه هي عباره عن كذا وكذا وكذا، والزمن الفلاني ده بيتكون من كذا، ده تكوينه كذا، وبعدين نفي وسؤال وزي تكونه بكل الاحوال الثلاثه، وبعدين يقول لك ايه استخداماته كذا، بيستخدم في كذا، او بعدين يقول لك وخلي بالك في حاجات مهمة جدا، يعني ما يميز هذا الزمن ان هو كذا، وان لو حبيت تعبر عنه لازم تعمل الحاجة الفلانية وخلي بالك من الحتة دي ومش عارف ايه وكده. انا بقى الموضوع عندي مختلف خالص. احنا اصلا ليه اساسا محتاجين نستخدم ازمنة؟ يعني الازمنة دي احنا بناخدها، او فكرة القواعد دي بشكل عام احنا اصلا بناخدها ليه؟ بناخدها عشان هي موجودة بس كده في الكتب، وان احنا هنمتحن فيها، وان احنا لازم نفهمها عشان ما ينفعش ما نكونش عارفينها اصلا، ولا ايه؟ ولا الفكرة الحقيقية الأصلية اللي هو أساسا ليه اتعملت الأزمنة؟ اتعملت الأزمنة عشان احنا محتاجين نعبر عن حاجات معينة، في حاجات معينة بتحصل في حياتنا، أو هتحصل، أو حصلت، وأنا مش هعرف أعبر عنها إلا ما استخدم الزمن ده بالطريقة الفلانية دي. فعشان كده هتكون الطريقة مختلفة عن كل الطرق اللي انت سمعتها قبل كده. انت هتلاقيني بكلمك ازاي؟ هتلاقيني بحكي لك قصة، بقول لك موقف، بخليك تتخيل معايا حاجة حصلت او ممكن تحصل. ولو انت حسيت الموضوع ده منطقي، لو انت حسيت ان القصة دي ليها لازمة، لو انت حسيت ان انت مريت بالموقف ده قبل كده او ممكن تمر بيه، لو انت حسيت ان انت محتاج تعرف فعلا، انت من جواك محتاج تعرف ازاي تعبر عن الموقف ده اللي هو انت مريت بيه او احتمال تمر بيه في يوم من الايام وان هو مش بعيد عنك، لو حسيت انك فعلا محتاج، لو حسيت انك عندك نيد حقيقية انك عايز تعبر عن الزمن ده، سوري، عن الموقف ده في اللحظة دي بس، ابتدي اقول لك عشان بقى خلي بالك بقى، لو انت عايز تعبر عن الحاجة دي لازم تعمل التركيبة دي، اللي هي التركيبة دي بيسميها الزمن الفلاني. زي ما مستر محمد فخري، واحد من افضل معلمي اللغة الانجليزية، بيقول احنا قرينا الطالع، بصينا في حياتك وقعدنا نحلل حياتك، وقدرنا ان احنا نعرف ان في حاجات معينة بتحصل في حياتك، وانك عشان تعبر عن الحاجات دي لازم تستخدم الزمن الفلاني. فما تتكلمش كتير، عشان كل ما تتكلم اكتر هعرف عنك اكتر، لانك هتتكلم كلمة معينة بصيغة معينة هعرف عنك حاجة. فلو انت مش عارف ازاي تكون، هيحصل حاجة من الاتنين: يا اما مش هتعرف توصل اللي جواك، يا اما هتوصل اللي جواك غلط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا مثال بسيط، لما اجي اقول لك انا بروح الشغل، او بلاش انا بروح الشغل، انا بلعب رياضة، او انا بروح الجيم 3 مرات في الاسبوع، وانا رايح الجيم دلوقتي. من غير طبعا المثال ده ممكن يكون سهل، بس منكم ناس كتير تكون عارفة ازاي تعبر عن الجملة دي والجملة دي ايه. الفكرة ان الجملتين دول انت فهمت انا اقصد بيهم ايه بالعربي، عشان تفهم اللي قدامك، عشان تحولهم انجليزي واللي قدامك يفهم زي ما انت فهمت اللي انت فهمته بالعربي. لازم كل واحدة من الاتنين تتحط بطريقة معينة، بتركيبة معينة، وإلا فانت مش هتوصل المعنى اللي انت عايزه، ولا اللي قدامك هيفهم المعنى اللي انت عايز توصله له. هي دي الفكرة، انك زي ما قلنا يا اما هتوصل معنى غلط، يا اما اصلا مش هتوصل معنى. قلنا قبل كده كذا مرة: if you are lucky you will not be understood. لو انت محظوظ مش هتتفهم. مثال عملي انا شفته عندي في البليسمنت تيست، اختبار تحليل المستوى، في جزء بس صغير رايتنج، جزء كتابة. فبطلب من الناس انها تتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل عشان اشوف قدرتهم على التعبير عن ال3 ازمنة الاساسية. ففي واحدة بنت كانت كاتبة I was married at التاريخ الفلاني. طيب انا عارف هي عايزة تقول ايه، ان انا اتجوزت في التاريخ الفلاني، تمام كده، وده يمكن منكم كتير فاهم هي اكيد تقصد تقول كده. طيب ده اللي احنا عارفين ان هي عايزة تقول، وهي فعلا كانت عايزة تقول كده. طيب اللي هي قالته بقى يوصل المعنى ده؟ لا خالص. اللي هي قالته ده يوصل معنى واحد، ايه هو؟
ان I was married now I'm not married. انا كنت متزوج، النهارده انا مش متزوج. ليه معنى تاني، يعني الكلام ده، الجملة دي لما تتقال كده بانجليزي، في اي حد يسمعها يقدر يفهم منها اي معنى تاني؟ اطلاقا. اي واحد هيفهم I was married، هيسمع سوري I was married، مش هيفهم الا ان الشخص ده مش married now، مش متجوز حالا. فشوف قد ايه حاجة بسيطة جدا ممكن تغير في المعنى وتوصل معنى مختلف تماما. معنى كده ان انت دلوقتي بتقول ان انت divorced. اوكي، فهي دي الفكرة. احنا هنحكي قصة في بداية كل سيشن في السلسلة دي، ولو انت حسيت ان القصة دي ليها لازمة، لان انا طبعا مش قاعد قدامك، مش قاعدين مع بعض فيس تو فيس، فانا مش هعرف اخد فيدباك منك. فانت مهمتك ان انت بمنتهى البساطة بعد ما احكي لك القصة هتكتب كومنت تحت وتقول لي اه القصة دي ليها لازمة، انا هكمل معاك وهعرف ازاي اعبر عن القصة دي. لو ما حصلش الكلام ده فانا هستأذنك تقول لي لا، انا الموضوع ده ما يلزمنيش ان انا اعرف عنه حاجة. احنا زي ما قلنا احنا بنتعلم، العنوان الرئيسي بتاعنا اسمه grammar for conversation، يعني الجرامر، القواعد اللي انا محتاجها عشان المحادثة مش عشان الامتحان. لو انت داخل على القناة او بتسمعنا عشان الامتحان، في قنوات كتيرة جدا على اليوتيوب بتبدأ كده ماشية بالترتيب النمطي ده، وده شغل محترم جدا، انا لا اقلل من قدر هذا تماما. وساعات انا بشتغل كده، بس انا في السلسلة دي او في المرة دي مش عايز اشتغل بالطريقة دي. انا عايزك تكون مقتنع ان انت محتاج اصلا تعرف ازاي تتكلم عن الزمن ده، سوري، ازاي تتكلم عن الحدث الفلاني، ازاي تحكي القصة دي، سواء كانت القصة دي في الماضي او الحاضر او المستقبل. اوكي، فخليني اقول لك مثال للي هيحصل ان شاء الله. خليني اقول لك مثلا ان انت لو دخلت البيت عندك ولقيت الباب مفتوح، تمام، واول ما دخلت كده من الباب لقيت باب التلاجة برضه مفتوح وفي حاجات كتير واقعة على الارض ومتكسرة، فطلعت جريت بتنادي على الناس بتقول يا جماعة تعالوا الحقوني، انا مش عارف في ايه اللي بيحصل. وبعدين بتحكي لواحد فبتقول له انا دخلت، انا لسه داخل حالا لقيت الباب كذا، حصل كذا كذا كذا. فمين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ ده انا امبارح وانا بتكلم مع صاحبي، تمام، واحنا بنتكلم مع بعض وبنحكي في الموضوع الفلاني كذا 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 كذا، بصيت لقيت واحد بيحكي لي ان هو حصل عنده في البيت نفس الموقف ده قبل كده. فقمت انت جاي قدرت ان انت توصل بطريقه معينه للموضوع ده حصل ازاي، وبدات ان انت تحكي للناس القصه دي. الكلام اللي انا قلته ده انت عشان تحكيه انت محتاج، انا ما عدتش، بس محتاج مش اقل من 3 4 ازمنه، ده اقل واجب عشان تعرف تحكي القصه البسيطه اللي انا قلتها دي، اللي انا الفتها اصلا وانا بتكلم معاك. شوف انت وصل لك القصه، ممكن تكون برضه قصه حاسس انها يعني قصه، يعني ممكن ما تكونش منطقيه، بس ممكن في 1000 قصه تانية ممكن تبقى منطقيه محتاجه الازمنه دي كلها عشان تعبر عنها. فهي دي الفكره. هحكي لك قصه حسيت انها منطقيه كمل معايا، حسيت انها مش منطقيه او مش منطقيه القصه نفسها، مش منطقي او مفيش احتياج ان انا اعرف ازاي اعبر عن الفكره الفلانيه دي، انك مثلا تقول ايه، انت ازاي ما تجيش مع ان احنا امبارح واحنا قاعدين وكنا متكلمين مع بعض، تمام، واتفقنا ان احنا بكره هنتقابل عشان نعمل جمعيه ونبدا في الجمعيه. اتصل بينا محمد واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض، كنا قاعدين بنتكلم، اتصل بينا فجاه، تمام، وقال لنا لو هتدخلوا احمد معاكم لازم تدخلوني معاكم، وانت وافقت على الكلام ده، تمام. فانت ازاي ما تجيش النهارده وانت قايل ان انت هتيجي بكره؟ الجمله اللي انا قلتها البسيطه دي فيها كذا حاجه، لو قعدنا نفصص فيها ونحلل فيها كده فيها كذا حاجة، بس الفكرة انك اصلا شايف انك محتاج تعرف انك تعبر عن الجملة دي او القصة، الحكاية البسيطة، الموقف اللي انا قلته لك ده. اظن ان ده موقف ممكن كتير مننا كنت يعني اتعرض ليه او اتعرض لحاجة شبهه. امبارح وانا بعمل كذا حصل كذا، انا لسه جاي دلوقتي حالا، هو لسه واصل حالا. امبارح وانا بتفرج على التلفزيون بصيت لقيت النور قطع واكتشفت فجأة ان انا ما كنتش دفعت الفاتورة. انت عارف الجملة البسيطة اللي انا قلتها دي، اللي انا مألفها حالا وانا بتكلم معاك دي، انت عارف الجملة البسيطة دي يعني فيها كام زمن؟ انا ما ركزتش، بس لو جينا ركزنا كده تبص تلاقي فيها 3 ازمنة تقريبا، يعني 3 ازمنة، ولا ما تعرفش تقول كده. امبارح وانا بعمل كذا حصل كذا، واكتشفت ان انا
كنت قايل لفلان ان هو كان المفروض يعمل كذا، وكان المفروض يروح يدفع الفاتوره بس ما راحش يدفعها. رحت بقى اتصلت بيه وقلت له، ورحت كلمته، رحت له لحد البيت عنده وقلت له الكلام ده. قال لي ما انت اصلا كان عليك فلوس ليا، فانا خدتها. فاتخانقت معاه طبعا، انا اسال مديك الفلوس عشان تروح تدفع الفاتوره، وانت قايل لي انت يعني خلاص تمام هروح ادفع الفاتوره، تروح بقى انت بتقول لي اخد فلوس زي كان عليها فلوس. انا اصلا مش فاكر الموضوع ده. ماشي يا عم، هات ناس وتعالوا نقعد ونتكلم ونشوف القصه دي. شفت اللي انا بقوله ده؟ اظن اللي انا بقوله ده يعني كلام مألف وانا بقول حاليا، بس اظن ان في الف حاجه انت ممكن تشوفها انها ليها علاقه باللي انا بقوله ده، وتلاقي نفسك محتاج تعبر عن الكلام ده. فتاني، القواعد دي يعني كائن حي، يعني مش كلام موجود في كتب. انت من غير الازمنه بالذات تحديدا يعني ما تعرفش تعبر، ما تعرفش تتكلم. ودي حاجه الانسان ان هو يعبر عن نفسه. القصه اللي احنا قلناها من شويه بتاعت لما أنا دخلت لقيت كذا فقلت مين اللي عمل كده، لما نبي الله ابراهيم راح عمل اللي عمله في الالهه، فجم قالوا ايه؟ قالوا من فعل هذا بالهتنا. الجمله دي، الجمله دي انت يعني لازم تتحكى. يعني لو هم قالوا واحد دخل لقى الالهه بتاعته بيحصل فيها كذا وحصل فيها اللي سيدنا ابراهيم عمله، فلازم مين اللي عمل كده يا جماعه؟ جمله مهمه جدا. طب انا اعرف اكون جمله بسيطه زي دي، واعرف اقول ان هم قالوا كذا، واعرف اقولها بقى على لسانهم، واقولها مش على لسانهم كجمله مجرده كده يعني قالوا وافتح قوس وتصنفهم فوق بعض وافتح قوس واقول جمله عاديه بسيطه بدون اي تحويل ليها، ولا اقوم جاي قايل قالوا واكمل وكأن ده كلامهم. دخلنا في حته بقى بتخوف الناس كلها اسمها reported speech او indirect speech، الكلام الغير مباشر. قصه كبيره جدا، ما تعرفش تعبر عن جمله بسيطه زي دي لو حبيت ما تحطش نقطتين في بعض وقوسين للجمله اللي هم قالوها، الا لو فهمت القصه دي. شفت الموضوع مهم جدا ازاي؟ فعشان ما اطولش عليكم، دي الفكره اللي احنا هنشتغل بيها. لو حسيت ان الكلام اللي احنا بنقوله ده مهم، وان هو هيوصل للناس اهميه فعلا ان احنا نفهم يعني ايه قواعد، ويفهم يعني ايه تركيب جمل، ويفهم يعني ايه ازمنه، بعيدا عن كل، انا اسف يعني، الايه، الوهم او الخداع اللي الناس بتخدعه لبعضها في ان مش مهم الازمنه ومش مهم القواعد والكلام ده كله. لو حسيت ان الكلام ده مهم، انه ممكن يفوق الناس على اهميه دراسة المواضيع بتاعت بناء الجمل دي، اعمل شير ووصل الكلام ده للناس، واستنانا ان شاء الله في ميعادنا البودكاست الجاي. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله. كان معكم اسلام طلعت.